الفيديو ده لكل الناس اللي بتقول لك انت ما بتحضرش مزادات وعمرنا ما شفناك في مزادات والكلام ده كله. مش شرط انا اعلن عن كل حاجه انا بعملها، بس انا دلوقتي بقول لك ان في مزاد انا داخل فيه بكره، وادي كراسه الشروط انا اشتريتها اهي بكل حاجه فيها. المزاد ده عن عقارات، لان انا ما بدخلش في مزاد عربيات غير لما بحتاج اشتري عربيه ليا، ما بتاجرش فيهم. المزاد ده بكره الساعه 12 الظهر هروح وادخل فيه واعمل لك فيديو وانا في جلسه المزاد. ولو رسي عليا المزاد هعرفك ان المزاد رسي عليا، ولو ما رسيش عليا برضه هعمل لك فيديو اعرفك ان المزاد ما رسيش عليا. ده طبيعي. انا مش بقول لك ان انت هتروح هتاخد العربيه اساسي. انا نفسي اهو بروح اجيب كراسه الشروط واروح اعمل معاينه، وكراسه الشروط تكلفتها 1000 جنيه ولا مش عارف 700 جنيه، واروح اعمل معاينه للمكان اللي انا رايح اعمل فيه من محافظه لمحافظه تانيه، وبعد كده تاني يوم هروح جاي رايح جلسه المزاد القاهره واحضر وادفع التامين، ووارد ما يرسيش عليا عادي. يعني حاجه اقول لك بقى لا يا عم ده انت ضحكت عليا والمزاد بتطلع اعلى من السعر؟ لا، المزادات دي عايزه تركيز وعايزه استمراريه وعايزه حد يكون مركز فيها كويس جدا. بكره استنوني، يا رب المزاد يرسى عليا. شكرا، بالتوفيق للجميع. ولو انت اول مره تدخل في مزاد وما تفهمش اي حاجه عن العربيات او الشقق او البضايع والخرده، ابعت لي قول لي انا عايز الكبسوله. شكرا، بالتوفيق.